أهلا بكم مشاهدينا إلى النقاش المغاربي. من باب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، انضمت المملكة المغربية لركب الدول التي نهجت مسار التطبيع أو السلام وفق التسمية أو وجهة النظر. اعتراف اعتبرته المملكة تاريخيا، مشددة على لسان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الحدث الفعلي والاختراق الدبلوماسي هو إقرار السيادة المغربية على الصحراء من قبل قوة عظمى عضو في مجلس الأمن، مقللة بالتالي من شأن التطبيع مع إسرائيل. فيما رأى البعض الآخر أن الاعتراف الأمريكي لن يغير شيئا في الواقع بالنسبة لنزاع الصحراء على المستوى الدولي والأممي، وأن التطبيع بحد ذاته ما هو إلا إشهار لعلاقات استمرت في الخفاء لعقود. فهل يدفع الاعتراف الأمريكي قدما باتجاه قضية الصحراء؟ وهل نحن أمام مقايضة أم تكريس لسياسة الواقعية في العلاقات الدولية على اعتبار أن المصلحة الوطنية هي الأهم؟ وماذا عن الموقف من القضية الفلسطينية؟ أسئلة وغيرها أطرحها على ضيوف هذه الليلة في النقاش المغاربي، وأرحب بهم. أولا الدكتور محمد تاج الدين الحسيني، الأستاذ في العلاقات الدولية والقانون الدولي من الرباط. أرحب أيضا بالدكتور محمد الشرقاوي، الأستاذ في تسوية النزاعات وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا من واشنطن. وأرحب أيضا بالسيد منصف سليمي، الصحفي والخبير بالشؤون المغاربية، ينضم إلينا من بون في ألمانيا. أهلا بكم سادتي الكرام. أهلا. سأبدأ معك سيد الحسيني من الرباط وأسألك، هو إنجاز للمغرب، هكذا تقول الأوساط الرسمية في المملكة، لكن ألا يعتبر الثمن أو المقابل غاليا؟ باعتقادي أن الأمر لا يتعلق بقضية ثمن أو مقايضة أو شيء من هذا القبيل. هذا مسار واقعي فرضته عدة أحداث وتطورات عرفتها المنطقة، عرفتها العلاقات الأمريكية المغربية فيما يتعلق بتطوير هذه العلاقات الثنائية التي هي علاقات ذات طبيعة استراتيجية منذ القديم. ثم من جهة أخرى طورتها كذلك وضعية النزاع في الصحراء الذي عرف نوعا من التطور نحو اعتبار مشروع الحكم الذاتي من طرف مجلس الأمن بمثابة مشروع يتمتع بالمصداقية والجدية والواقعية التي تؤهله لكي يطبق، ونادت الأطراف بأن تصل إلى حل سياسي في هذا الاتجاه. لكن أكثر من هذا وذاك التطورات الأخيرة في الميدان، خاصة إغلاق ممر القرقرات بكيفية تعسفية، ثم فتح هذا الممر من طرف المغرب بكيفية سلمية، كل هذا ربما أعطى حتى للطرف الأمريكي شعورا بأن المغرب في وضعية يستحق معها أن يكون هناك إقرار بسيادته على الإقليم، خاصة أن المسار التاريخي يؤكد هذه الواقعة بامتياز. بطبيعة الحال جاءت هذه الوضعية في نفس الوقت مع تطوير علاقات مع إسرائيل، وأقول بأن هذا شيء ليس بالشيء الجديد في العلاقات المغربية الإسرائيلية. عندما نجح قلت جاءت في نفس الوقت، يعني تزامنت، يعني لا تعتبرها أنت مقابلا. تزامنت. لا، ما أريد أن أقوله هو أن هذه العلاقات كانت في أوائل التسعينات بعد نجاح الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في التوصل إلى أوفاق أوسلو. لاحظنا أن المغرب فتح مركزا أو مكتبا للاتصال الإسرائيلي في الرباط وظل يشتغل طوال 5 سنوات، لكن عندما تبين أن الإسرائيليين تراجعوا في مواقفهم ونكثوا عهودهم في اتفاقية أوسلو، أغلق المغرب هذا المكتب، وكانت الانتفاضة الفلسطينية سببا أساسيا في ذلك. اليوم هناك تطورات، يعني العالم يتغير من حولنا بقوة، وتطورات في المنطقة. سنعود سيد حسيني إلى مسألة العلاقات مع إسرائيل لاحقا، وربما التغير في المواقف وفي الظروف، لكن هل المغرب بحاجة فعلا لاعتراف أمريكي لسيادته على أراضٍ يعتبرها هو مغربية ويعتبر بأن قضيته عادلة؟ هل هو بحاجة لاعتراف أمريكي؟ المسألة ليست الحاجة في اعتراف من طرف دون آخر. ما لاحظناه خلال السنوات القليلة الماضية ومؤخرا أن حوالي 16 دولة فتحت قنصلية لها إما في مدينة الداخلة أو العيون، وهذه العمليات تؤدي إلى نوع من الإقرار بسيادة المغرب التي لا تقبل النقاش في هذه المنطقة. كون هذا يأتي من طرف الولايات المتحدة له أهمية خاصة. نحن نعلم أولا أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمغرب خارج الحلف الأطلسي، هي كذلك له مع علاقات اقتصادية مفضلة، وربما حتى دور الولايات المتحدة اليوم في تسوية النزاع مهم جدا. الولايات المتحدة قوة عظمى
لها منصب دائم في مجلس الأمن، لها حق الفيتو، هي التي تقف داخل مجموعة أصدقاء الصحراء بصياغة مشاريع القرارات التي تعرض على مجلس الأمن للتصويت عليها بخصوص قضية الصحراء. وبالتالي هذا المركز الاستثنائي للولايات المتحدة ربما يعطي لاعترافها بمغربية الصحراء، يعطيه نكهة خاصة على المستوى الدولي ودورا مهما في تسوية النزاع بدل تأشيجه كما نلاحظ من طرف الأطراف الأخرى. هذه نقطة مهمة جدا سيد الحسيني، سأسأل فيها سيد شرقاوي من واشنطن. هل يمكن فعلا لهذا الاعتراف الأمريكي أن يغير المعادلة على المستوى الدولي بالنسبة لقضية الصحراء؟ أولا ينبغي أن ننتبه، هذه قضية مركبة تستدعي استحضار كل العناصر وأيضا النظر إلى العملة من وجهها الأمامي ووجهها الخلفي. ولم يكن من الممكن إعلان ترامب نيته في اتخاذ إعلان رئاسي بهذا الاتجاه ونيته بتشييد قنصلية أمريكية في الداخل لولا أيضا الجهود الموازية أيضا في الاتجاه الآخر. فينبغي أيضا أن نأخذ ما هو في السياق المغربي ضمن الصراع وضمن أزمة الجرجرات، وأيضا في السياق الإسرائيلي وقطار التطبيع المنفتح من الخليج إلى المحيط. وأيضا الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي حد نقرأها قراءة من داخل النظام الأمريكي، بمعنى السياق الحالي في واشنطن وأن ترامب يريد ألا يغادر البيت الأبيض ويضمن بعض المكاسب. وهنا أعتقد بيت القصيد، بمعنى حتى إذا سلمنا بنظرية المقايضة ونظرية الواقعية السياسية تبادل المصالح، ينبغي على الأقل أن نكون واقعيين وأن نسمي الأسماء بمسمياتها وأن نحدد الأمور بدقة. بمعنى آخر أن هناك تحليل تفصيلي يعني بالتقسيط وليس ذاك التحليل الفضفاض أو تلك الرومانسية أن ترامب الآن يعترف بمغربية الصحراء وينتهي الأمر. ينبغي أن نركز الأنظار أيضا، هل يتم ترجمة إعلان رئاسي في البيت الأبيض في آخر أيام ترامب إلى ما يتحول إلى قانون بمعنى يقره الكونغرس؟ خطوة أولى. الخطوة الثانية أيضا، هل ينعكس هذا إلى تغيير مواقف بقية الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين؟ إذن العملية أكثر مما نحاول أن نسقط عليها هذه الرومانسية السياسية. لذلك أنا أدعو إلى الواقعية. دعنا أستاذ الشرقاوي ننظر إلى الأمور معك بواقعية ونفصل أو نشرح النقطتين. النقطة الأولى على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة، هل يمكن أن يتحول هذا المرسوم الرئاسي إلى قانون يقره الكونغرس؟ هل يمكن أن يتغير الأمر مع الإدارة المقبلة، مع إدارة بايدن؟ ثم نتحدث طبعا عن الجانب الدولي أيضا. هذا مرهون بالمدى الزمني، 40 يوم ليست كافية. نحن الآن على أبواب عيد الميلاد ورأس السنة، الكونغرس سوف يكون في إجازة إلى 6 يناير، وبعدها المرحلة الانتقالية تستمر باتجاه 20، تغيير السلطة، دخول بايدن وخروج ترامب. من الناحية السياسية أيضا المسألة الآن خصوصا في مجلس الشيوخ هي الموقف غير واضح الآن، لأن هناك انتخابات في ولايتين هما جيورجيا وأريزونا، ومن المرجح إذا فاز المرشحون الديمقراطيون في الولايات الاثنتين هنا تصبح الأغلبية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ. لذلك ينبغي، وإن كنت يعني أتخيل نفسي في الرباط، أن على الأقل أتأمل هذا المشهد. هل يستطيع ترامب، هل يستطيع مؤيدوه ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض من تحقيق اختراق تشريعي في مجلس الشيوخ ويتحول الإعلان الرئاسي إلى ما هو يتمتع بالروح القانونية، يصبح بمثابة معاهدة؟ كنت أتمنى عندما وضع ترامب تغريدته تقول إن المغرب اعترف باستقلال أمريكا عام 1777 أن يقول بالتالي أيضا سوف نبرم معاهدة أو اتفاقية جديدة بضمان أو باعترافنا الكامل بمغربية الصحراء، بمعنى المقايضة المثل بالمثل، وليس يعني نفخ موضوع تاريخي وبالتالي تقديم يعني حتى ليس مرسوما رئاسيا، هو فقط إعلان ليس ذكري وإنما هو proclamation. فينبغي أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. من ناحية أخرى أيضا الآن السؤال الأكبر هو عندما نصل إلى 20 يناير، هل يقبل فريق
بايدن، خاصة وزير الخارجية بلينكن، أيضا ليندا توماس غرينفيلد مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، هل سيقبلون جميعا بالمضي قدما بنفس هذا الاتفاق أو على الأقل هذا الإعلان، بمعنى يتحول إلى ضلع من أضلاع السياسة الخارجية الأمريكية إزاء منطقة المغرب الكبير؟ هنا السؤال الأكبر. وأيضا ينبغي أن نستحضر خاصة أيضا أن هناك من يقول أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي سبقت إدارة ترامب كانت قد أحجمت عن هذا الموضوع، رغم أنها كانت تحاول إبرام صفقة أو علاقات بين إسرائيل والمغرب، لكن كانت لم تكن تريد أبدا أن يكون المقابل هو الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وهناك أيضا عنصر آخر. الآن المغرب يود أن يحصل على 4 طائرات من دون طيار من يعني التكنولوجيا العسكرية الأمريكية. ترامب الآن يفتح المجال للحديث عن هذه الصفقة، لكن الفترة المتبقية 40 يوم قد تكون أو قد لا تكون كافية للحصول العملي أو الحصول الفعلي على تلك الطائرات. بمعنى آخر، هناك وعود ترامبية وردية أقبلها وأعتبرها إيجابية، لكن ينبغي ترجمتها إلى أرض الواقع وضمان أن تستمر قدما إلى الأمام. وهل كان هذا الفخ بالنسبة للمغرب؟ أعتقد المغرب كانت له استراتيجية قوية متماسكة مدة عامين. أتذكر في ديسمبر الماضي عندما تأجلت زيارة وزير الخارجية بومبيو 4 مرات للرباط، وكيف قدم ذاك المشهد إخراج المشهد بأنه يزور لشبونة ويلتقي مع نتنياهو ويأمل في إقناع المغاربة باصطحابه على نفس الطائرة، على أمل أن يظهر بومبيو ونتنياهو مع الملك بصورة بمعنى أنه رمزية أن هناك تطبيع يشتغل. أعتقد هذه الاستراتيجية كانت متماسكة. الآن أسأل، هل عندما يعلن المغرب أنه يقبل بمسألتين محددتين، هي استئناف فتح مكتب الاتصال كما كان بين 94 و2002، وأيضا فسح المجال الجوي بين تل أبيب والرباط، السؤال الآن هل هذا موقف حديدي ثابت لا يتغير، أم أنه جدار من رمل أو من طوب إذا نزلت الأمطار والعواصف ربما قد يتحلل؟ أو بمعنى آخر، هل هذا هو الموقف النهائي وهذه هي الرسالة التي تصر عليها الرباط إزاء ترامب وإزاء بايدن، أم ربما عندما نصل إلى 20 أو قرابة 20 من يناير هل يتحرك الموقف المغربي من هذه الحتمية؟ هنا السؤال أعتقد هو الذي الآن يمنح الفرصة أيضا للرأي العام غير المغربي بأن يفهم ما هو المقابل. بمعنى إذا كانت هذه الصفقة على طريقة ترامب وأن نتنياهو كما يقول اللسان الدارج يعني يريد أن يجمع الرمضة والمسة معا، هل هناك أيضا في المقابل استراتيجية موازية، بمعنى أن هناك مكاسب محددة لصالح المغرب دون أي يعني سنسأل بعد قليل السيد الحسيني في هذه النقطة تحديدا من الرباط، لكن دعني أنتقل إلى السيد منصف سليمي حتى يشاركنا أيضا في هذا النقاش من بون في ألمانيا. أنت عندما تنظر سيد منصف إلى ما تم الإعلان عنه أمس، كيف يمكن أن تصفه؟ هل هو إنجاز للمغرب أم هو خطيئة وقع فيها المغرب كما قالت بعض الجهات؟ أنا أرجح فكرة أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أنه حدث تاريخي، بمعنى أنه ستكون له تداعيات رغم الشكوك التي تحوم حوله، سواء من جهة ماذا يمكن أن تفعلها الإدارة الديمقراطية مستقبلا، أو على مستوى أيضا المحلي في المنطقة. لاحظت أن هنالك في الإعلام المحلي المغاربي والعربي هنالك تشكيك كثير وهنالك حملات تخوين كثيرة، ولكن أرجح أن المسألة تأخذ طابعا واقعيا أكثر مما هو يعني سوريالي أو مثالي. هنالك ريال بوليتيك كما يقال بالألمانيين. نعم، هنالك واقعية ريال بوليتيك، يعني هنالك قوة عظمى هي الولايات المتحدة، لاعب أساسي في السياسة الدولية، يصدر قرارا من هذا النوع. يعني أنه أنا أشبهه أعتبره هو مرحلة جديدة من الموقف الأمريكي. لكن سيد منصف، عفوا على مقاطعتك، هناك من يقول بأن هذا القرار أو الاعتراف بالنهاية لا قيمة له، ومن يشبهه باعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان وباعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. بالتالي بالنسبة للقانون الدولي كيف يمكن أن تغير، وهل يمكن أن يغير هذا الاعتراف ربما
موازين القوى بالنسبة للصحراء؟ نعم، هنا يمكن القول أن شيئان. أولا، الولايات المتحدة ليست دولة عادية سواء في مجلس الأمن أو على مستوى العلاقات الدولية أو على مستوى نفوذها في منطقة المغرب العربي، حيث توجد بؤرة الصراع هناك في الصحراء. هذا أولا. ثانيا، على مستوى القانون الدولي أي تسوية سياسية تحتاج إلى أرضية قانونية، ولا شك أن التسوية القانونية تمر حتما عبر الأمم المتحدة، لكن هذا الإطار الذي سيمر عبر الأمم المتحدة كيف سيكون؟ هل هو ذلك الاستفتاء الهلامي الذي تم الحديث عنه قبل 30 عاما، أم هو شكل جديد، أم هو حكم ذاتي، أم كيف سيكون؟ الأرجح أن الأمور تتجه، عندما أرى أن المنعرج بدأ من جيمس بيكر عندما طرح فكرة الحكم الذاتي، وجاء ذلك بعد فشل محاولات تنفيذ الاستفتاء. تبين أنه من الناحية الواقعية غير ممكن تنفيذ الاستفتاء بتلك الصورة العامة، لأن واقع التعقيدات الكبيرة على الأرض سواء في الإقليم لا تجعل تنظيم الاستفتاء أمرا يسيرا. هذا التحول الأول. ثم بعد 10 سنوات اقترح المغرب فكرة الحكم الذاتي الموسع. التحول الذي حدث أن دول أوروبية وها هي الولايات المتحدة تنزل بثقلها وتتبنى هذا الموقف، ولذلك أنا أرى أن الموقف الأمريكي هو في الحقيقة هو تكريس لحل سياسي في الأفق. وهنا أقول أن الصدمة الحقيقية لما حدث ليس ما يتم تداوله على مستوى العلاقة مع إسرائيل أو كيف تتناولها الإعلام المغربي الداخلي أو كيف تراها الإعلام العربي بشكل عام. أعتقد أن الصدمة الآن وهي صامتة هي في الجزائر. أعتقد هنالك صدمة كبيرة في الجزائر. بالمناسبة حتى الآن ليس هناك أي تعليق رسمي من الجزائر. ليس هنالك تعليق رسمي، لأن الجزائر الآن أمام خيارات ليس فيها حلو. فإما أنها تنهج نهجا تصعيديا وستبدو وكأنها ضد المجتمع الدولي، وهذا ستكون مغامرة سياسية كبيرة جدا وتكرس عزلة الجزائر، وإما سيقع مراجعة الحسابات ويجري التفكير. طيب، هذه هي القوة العظمى الأولى ذهبت في هذا الاتجاه، ربما يقولون ننتظر إدارة بايدن ربما تعطينا أمل آخر، لكن هذه المشروطية وهذه نقطة مهمة. لكن قد يقول قائل من الجهة المقابلة سيد مصطفى سليمي وما دخل الجزائر؟ البوليزاريو بدون الجزائر من الصعب جدا أن من الناحية اللوجستية والمادية خلال 40 عاما الجزائر استثمرت الكثير في موضوع الصحراء على مستوى التسلح، على مستوى دعم الجبهة، على مستوى إيواء وتستضيف قيادات البوليساريو أيضا. يعني هنالك واقع، نحن أمام فئة واسعة من الصحراويين موجودة هناك ولا بد لها من حل. الجزائر تحملت 40 عاما. من يتابع النقاش الآن داخل النخبة الجزائرية وهي نقاش العجيب لا يجري في وسائل الإعلام الجزائرية التقليدية، يجري في القنوات الموازية. هنالك نقاش عميق، أين موقع الجزائر مما يجري؟ لذلك أنا أعتقد ما حدث، الموقف الذي أعلن عنه ترامب، كيفما كان إخراجه فيما بعد في عهد إدارة الرئيس المقبل بايدن، فهي الجزائر ينبغي أن تعيد ترتيب حساباتها في اتجاه. وأنا أعتقد أنه حتى من مصلحة منطقة المغرب العربي ككل أنه يجري التفكير بواقعية في حل. أنا أعتقد فكرة الحكم الذاتي الموسع التي طرحت لن تكون خسارة للجزائر، أفضل من أن تظل هذه المنطقة رهينة هذا الصراع. منطقة المغرب العربي كلها تخسر سنويا عشرات المليارات من اليوروهات بسبب هذا الصراع. من المستفيد يعني؟ صحيح، هذه نقطة مهمة. سنعود على الرابحين والخاسرين ربما من هذه العملية في ختام هذا النقاش، لكن قلت بأن مسألة العلاقات مع إسرائيل ليست صدمة، لكن بالنسبة للكثيرين هي صدمة. أعود إليك سيد الحسيني وأطرح هذا السؤال الذي تحدث عنه سيد شرقاوي من واشنطن قبل قليل بالنسبة للموقف المغربي من مسألة العلاقات مع إسرائيل. هل سيكون ثابتا أم أنه ممكن أن يتغير مع تغير الإدارة الأمريكية؟ ولا سيما أننا منذ فترة قليلة كنا سمعنا لرئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني يقول بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني، هو استخدم هذه المفردة تحديدا، مرفوض حكومة وشعبا وملكا. في اعتقادي أنه عندما نتحدث عن العلاقات الدولية بصفة عامة نحن لسنا في حاجة إلى استعمال مصطلح الرومانسية السياسية بحال من الأحوال.
العلاقات الدولية كما كان يقول هانز مورغنتاو في طبيعتها هي شبيهة بكثمان الرمال المتحركة التي لا ندرك لحظات تغييرها، ولكن التغيير يقع على كل حال. المغرب عندما يقول سأنشئ علاقات معينة مع هذه الدولة فلا يعني ذلك أن هذه العلاقات ستستمر إلى الأبد، هي مرتبطة، هي في إطار نوع من المشروطية. وأعتقد أن العاهل المغربي كان واضحا في خطابه الذي وجهه إلى الرئيس الفلسطيني، وكذلك في البيانات الصادرة بهذا الخصوص، بحيث بدون حل الدولتين، بدون دولة فلسطينية قابلة للحياة viable state، بدون أن يكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة وإمكانية أن تمارس حقوقها في المجتمع الدولي، المغرب يرفض التطبيع الذي لن يكون في هذه المبادئ، خاصة وأن المغرب يتحمل مسؤولية كبيرة رغم بعده ب4000 كيلومتر عن المنطقة. ولكن عندما نرجع إلى التاريخ الحديث، يعني أولا باعتبار العاهل المغربي رئيسا لبيت مال القدس للشعب الفلسطيني، وهناك من يقول أن ما حدث يتنافى مع هذا المنصب. لا، ما أعتقد شخصيا فيما يتعلق بهذا الموضوع أن هناك مبادئ ثابتة في الدبلوماسية المغربية بخصوص موضوع القدس وبخصوص موضوع الدولة الفلسطينية، وأي تغيير في هذا الاتجاه من طرف إسرائيل إلا ووقف المغرب سدا منيعا في مواجهته، رغم أنه بعيد عن المنطقة ب4000 كيلومتر، فهي مسألة مبدئية. لنعود إلى الموضوع المتعلق بالعلاقات الأمريكية المغربية. هنا بطبيعة الحال إذا ما تم تحقيق هذا التطور في الملف للحل السياسي، فما قاله حتى ترامب لا يتعارض مع موقف الأمم المتحدة. منذ سنة 2007 عندما قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي، ظهر واضحا أن صفحة من الأمل قد فتحت بعد عدة سنين من الركود، وهذا المقترح وصفته أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن كذلك، وعدة دول وصفته بالجدية وبأنه الورقة الوحيدة على الطاولة. هناك الآن اختيار، إذا كان دعم الولايات المتحدة لهذه العملية يسير بهذه القوة فهذا جانب إيجابي في مستقبل تسوية النزاع. وعلى النظام في الجزائر اليوم، وهذا هو المهم، عليه أن يدرك جيدا أن هذه فرصة جيدة وممتازة لإعادة فتح الحدود مع المغرب، إعادة النظر في بناء المغرب العربي، لنكون جميعا مجالا خصبا للتنمية الشاملة، ولتكون هذه المنطقة بأشملها منصة استراتيجية للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا الغربية، وكذلك مع أوروبا وباقي دكتور حسيني، هذا كلام جميل جدا والكل يؤيده طبعا، الكل ينشد هذا الانفتاح في المنطقة المغاربية من أجل تنمية أقوى بين الدول الأعضاء في هذه المنطقة بطبيعة الحال أكيد. لكن كما قلت المقترح كما وصفت مقترح الحكم الذاتي الموسع كان يتسم بالجدية، وهذا ما اعترف به الكثير أو اعترفت به الكثير من الدول على المستوى الدولي أو الجميع كما قلت. طيب لماذا الحاجة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو استئناف العلاقات كما سميت رسميا مع إسرائيل؟ وأنت قلت بأن العلاقات هي كالكثبان. ما الذي تغير بالنسبة للسياسة الإسرائيلية في واقع الحال مع القضية الفلسطينية؟ لم يتغير شيئا. نحن أمام حكومة هي حكومة نتنياهو، حكومة استيطانية توسعية تكرس سياسة التوسع والاستيطان. لماذا استئناف علاقات مع هذه الحكومة تحديدا؟ بطبيعة الحال هذا نقطة استفهام مهمة في الموضوع بالتأكيد. عندما ننظر إلى ما وقع في بلدان الخليج العربي والعلاقات الوثيقة القائمة بين المغرب وبلدان الخليج بالأساس، وحتى المؤتمر الذي انعقد بين الأطراف والتوجهات التي كانت تربطها بين بعض البعض، هناك نوع من التضامن، وربما هذه الدول تعول على المغرب أن يكون طرفا أساسيا في وساطة مستقبلية من أجل تسوية أفضل للنزاع. المغرب يضع شروطه واضحة ويدخل هذه المرحلة بتوجهات فيها نوع من الأمل على أن حل الدولتين سيتحقق، وأن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة إلى آخره ستكون. إذا تحقق ذلك بطبيعة الحال، وهذا شيء تكرر في التاريخ، لاحظتم بين منتصف التسعينات و2002 كيف أن مكتب الاتصال الفلسطيني الإسرائيلي كان مفتوحا في الرباط، ثم أغلق عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية ورفضت إسرائيل السير في طريق التسوية. هناك الآن تطور جديد في المجتمع الدولي، وأعتقد حتى مع حكومة بايدن ومع السيد كلينون الذي هو وزير الخارجية سيكون هناك أمل أكبر في إقناع إسرائيل في الرجوع إلى الواقعية السياسية التي نتحدث عنها جميعا، وفتح مجال
مجال لتسوية منصفة لكل الأطراف. لكن عندما تكتب صحيفة إسرائيلية صحيفة هآرتس تفرض نفسها على الجميع وتقول بأن ما حدث بين المغرب وإسرائيل هو في الواقع ليس اتفاق سلام مقابل سلام، إنما هو احتلال مقابل احتلال، هذه صحيفة إسرائيلية تكتب هذا الكلام، ألا يعتبر هذا مزعجا بالنسبة للموقف المغربي؟ لا 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 لا، هذا خطير، هذا خطير جدا أن يقال. المغرب موجود في أرضه، والرجوع إلى التاريخ يعلمنا ذلك بوضوح. الأراضي في الصحراء انتزعت من المغرب، الجزائر لها صحراؤها، المناطق الأخرى لها صحراؤها، المغرب صحراؤه مرتبطة به منذ قدم التاريخ. وحتى محكمة العدل الدولية أثبتت في استشارتها القانونية أن هذا الإقليم لم يكن أرضا موات تيرانوليس عندما استعمرته إسبانيا، وأثبتت أن سلطان المغرب كانت له علاقات بيعة مع سكان الصحراء، وهذه علاقات البيعة في القانون الدولي الإسلامي هي التي تعبر عن علاقات السيادة. وبالتالي المغرب عندما استرجع استقلاله لم يسترجعه مرة واحدة، استرجعه تدريجيا من خلال استقلال أقاليم الشمال والالتحاقها بالمغرب، ثم إقليم طرفايا 1969، ثم 59، ثم سيدي إفني 1969، ثم الصحراء في سنة 75. والإشكالية التي يطرحها الكثيرون خاصة البوليزاريو يقولون إن الملف في إطار تصفية الاستعمار، الذي وضع ملف تصفية الاستعمار بالنسبة للصحراء وسيدي إفني هو المغرب في سنة 1965 عندما طرحه على الأمم المتحدة، ولا تزال أرشيفات الأمم المتحدة تسجل ذلك. كيف يمكننا أن نقارن دولة استكملت وحدتها الترابية مع المستعمر الأوروبي الذي كان يستغل خيراتها وثرواتها؟ انظروا إلى العيون والدخل اليوم وقارنوها مع صورها قبل سنة 1975، ستلاحظون علامات التنمية الشاملة على كل المستويات. المغرب اليوم يفتتح ما يسمى بالميناء الأطلسي للداخلة الذي أطلقت طلب عروض بخصوصه على المستوى الدولي، وسيكون نموذجا حقيقيا للتواصل بين شمال إفريقيا وجنوبها في المستقبل. وبالتالي خرافة احتلال مقابل احتلال هذا شيء مرفوض من طرف الجميع، ومن يقول مثل هذا الكلام هو فقط يسير ضد مسار التاريخ وضد عجلة التاريخ. صحيفة هآرتس هي من قالته على كل حال، وأنت قمت بالرد على هذه المقالة وعلى هذا العنوان. أنتقل للسيد شرقاوي في واشنطن، أسألك كيف نتوقع أن تكون العلاقات بين إسرائيل والمغرب بالتالي؟ هل يمكن أن تكون كما هو الحال بالنسبة للإمارات وإسرائيل، أم قد تشبه ربما على نحو أكبر ما حدث بين إسرائيل ومصر أو بين الأردن وإسرائيل؟ أولا أظل متمسكا بالتحليل البارد بروح الواقعية السياسية، ويبدو أن الأستاذ الحسيني قد يشعر بخيبة الأمل بعد أيام وأسابيع، لأن الرئيس ترامب لن يضع أي كتبان رملية، وهذه الكتبان المتخيلة لا تتحرك لا في واشنطن ولن تصل إلى الأمم المتحدة. الآن الأمين العام كوتيريش يقول أن الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن تتمسك بنفس القرارات والرؤية السابقة، بمعنى آخر دعوة الأطراف المباشرة المغرب والبوليزاريو وغير المباشرة الجزائر وموريتانيا للتفاوض بحسن نية ودون شروط كما جاء في القرار الأخير 2548. من ناحية أخرى الآن لكن سيد شرقاوي، من كان يتوقع منذ قبل مدة أن يتم تطبيع العلاقات مثلا بين الإمارات وإسرائيل، بين البحرين وإسرائيل وغيرها، بين السودان وإسرائيل أيضا؟ هناك متغيرات تحصل على الساحة الدولية وهذه الكثبان موجودة فعلا. هذا سؤال مهم للغاية، لأنه أيضا ينم على السؤال الاستراتيجي: هل تتحرك العواصم العربية بناء على حساباتها الشخصية الذاتية على أساس موازنة التنازلات بالمكاسب، أم أن هناك نوع من الضغوط التي تلوي ذراع هذه العواصم من أبو ظبي إلى المنامة إلى الخرطوم؟ ولا أريد أن أقول على الرباط الآن، أتحفظ، لأن تمسك الموقف المغربي الآن بأن هناك فقط مكتب الاتصال وحركة الطيران. الآن هنا المسألة كيف ستتحرك الأمور؟ هل يقرأ المغرب في ما قدمه ترامب الآن
مناسبة لتغيير الزخم أو على الأقل تغيير الخطاب نسبيا، لعل وعسى أن خطاب مغربية الصحراء واعتراف أمريكا أو اعتراف ترامب به بالتحديد سوف يمكن أن تؤدي إلى حصاد سياسي، حصاد استراتيجي فيما بعد على مستوى الأمم المتحدة. هنا بيت القصيد، وأيضا عدم الدخول في مواجهة بين ما خلفه ترامب وما يعترض عليه البريطانيون والفرنسيون والروس والصينيون في مجلس الأمن. هذا من ناحية. أيضا حتى بمنطق الواقعية وتبادل المصالح واستخدام القوة في الاتجاهين، هل هناك حقيقة قوة نستطيع أن نتكل عليها لنستشرف ما هو آت؟ بمعنى ما هي المكاسب المحددة من الولايات المتحدة ومن إسرائيل في هذه المرحلة؟ لأن للأسف كلنا الآن من حيث لا ندري وقعنا في فخ أننا نركز وللأسف نقرأ في موقف ترامب أكثر من حقيقته، ننفخه ونضع منه الإمبراطور العالمي الذي يمسك مفاتيح العالم وسيغير الأمور، وهذا ليس تحليلا واقعيا، هذه رومانسية سياسية للأسف. لذلك أقول ينبغي أن نقرأ في ترامب ما يستطيع ترامب أن يفعله في الأيام الأربعين المتبقية، ولا نسقط ونضفي عليه الكثير، وبالتالي نصبح نحن ترامبيين أكثر من ترامب من حيث لا ندري. أيضا المنطق يقول الآن كيف توازن الرباط بين مكاسب هذه الصفقة والتبعات الأخرى، لأنه لا يمكن الفصل بين وجهي العملة. هناك انفتاح على إسرائيل، حتى لا أستخدم كلمة تطبيع، لكن هناك أيضا الموقف المغربي التاريخي، رئيس لجنة القدس وكل الميراث السياسي الإسلامي العربي القومي الوطني وكل الإجماع داخل الشارع المغربي بمناصرة القضية الفلسطينية. هذان هما المحوران الذي ينبغي، أو هذان هما الكفتان التي ينبغي أن نستقر عليها في التحليل على ميزان موازنة باردة الأعصاب، بعيدا عن الإسقاطات، ومرة أخرى بعيدا عن التخيلات والرومانسيات غير الواقعية. أختم مع السيد منصف سليمي من بون. بين الرومانسية السياسية والواقعية السياسية، ربما من هم الرابحون ومن هم الخاسرون مما حدث؟ أعتقد بداية أود الإشارة إلى أن التركيز على دور ترامب الشخصي والتركيز على الطابع الإعلامي على مسألة التطبيع مع إسرائيل قد يغفل بعض الحقائق الموضوعية، والتي عندما نركز ونسلط الضوء عليها هناك نرى منطق الحساب، من الكاسب ومن الخاسر. أنا أعتقد أن ما يقوم به الرئيس ترامب ليس بمعزل عن توجه أمريكي مؤشر في ذلك. أولا أن التوجه الذي يجري الآن فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ليس من المنظور أن إدارة الديمقراطيين ستتراجع عنها، وبالتالي ما يقابلها سيتزعزع في حالة التراجع عنها. هذا معطى أول. معطى ثاني، وهو لم أسمع الحديث عنه كثيرا إلا إشارة عابرة في البداية من الدكتور تاج الدين الحسيني، تتعلق بمسألة إفريقيا. الولايات المتحدة كان ملفتا ولافتا للنظر أن الإدارة الأمريكية في نهاية عهدتها الإدارة الحالية وقعت اتفاقيات عسكرية استراتيجية لمدة 10 سنوات مع بلدين في شمال أفريقيا هما تونس والمغرب. صحيح. وعندما زار وزير الدفاع الجزائر التي تعتبرها واشنطن حاليا حليفا للصين وروسيا، لم تجد تجاوبا من لدن الجزائر. ولذلك فإن المرحلة المقبلة أعتقد سيكون فيها حوار حول دور الجزائر. ماذا تريدين؟ إذا ملف الصحراء يضغط به الأمريكيون الآن، ولذلك أنا أعتقد أن ما يجري بمنطق الحسابات، المغرب يبدو في وضع مريح دبلوماسيا. عواطف أتكلم عن معطيات موضوعية، يبدو في موقع مريح دبلوماسيا. استراتيجيا كيف ستلعب هذه الأوراق جميعا في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن الإدارة الديمقراطية في واشنطن معها الاتحاد الأوروبي سيلعبان ورقة محاولة إيجاد تسوية في الصحراء في المرحلة المقبلة على أساس حل الحكم الذاتي. ما هي تفاصيله؟ ما هي أشكاله؟ لكن هنالك ثابتان:
أولا إدماج الجزائر في هذه العملية بشكل أكثر من أي وقت مضى، واحد. اثنين، إدماج مسار الأمم المتحدة بكيفية يؤول في نهاية المطاف إلى حل على مدى بعيد لهذه الأزمة التي لم تستغرق فقط المنطقة المغاربية وتكلفها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وإنما أيضا يعاني منها الأوروبيون ويعاني منها الأمريكيون، لأن هذه البؤرة لا تخدم أي طرف الآن. كانت تخدم في الصراع الحرب الباردة، كانت تخدم أطراف وتستفيد منها الجميع الآن، وهي مثل تلك الدمالة التي تنزف منها المنطقة وينزف منها القوى الأخرى أيضا. ولذلك موضوع الصحراء أنا برأيي في طريقه للتسوية. أشكرك سيد منصف أسليمي، الصحفي والخبير بشؤون المغاربية، كنت معنا من بون. أشكر أيضا من واشنطن الدكتور محمد شرقاوي، وأيضا من الرباط الدكتور محمد تاج الدين الحسيني. شكرا لكم على المشاركة في هذا النقاش، أرجو أن يكون مفيدا وممتعا لكم مشاهدينا. شكرا لكم على المتابعة، نعود ونلتقي في نقاش مغاربي آخر الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.